وأخيرا وصلني لحم جديد من الحبايب، يعني أكيد أول حاجة حنديرها مقطع ليبي أو رشدة مبكبكة. انتو شن تسموا فيه أو فيها؟ الرشدة من أحلى الأكلات الليبية اللي نحبها. طبعا عادي ممكن تستخدموا اللحم، بس هي أحلى بحلبة مع الجديد، بصل فلفل حار وورق غار ولومي أسود. نعرف إنه اللومي إضافة مني، بس صدقوني الطعم خيال. حمص، عدس وحلبة وفول. طماطم معجون، هذا من أحلى أنواع طماطم ممكن تجربوه، 100% طماطم طبيعي. فلفل أحمر، كركم، شوي فلفل أسود عشان يطلع فوائد الكركم، وقرفة، ملح حسب الذوق، ونضيفوا عليهم أمية، نغطيها ونخلوها على نار متوسطة. ناخدوا كوبين دقيق وعليهم رشة ملح ومية لين تتمسك معنا. العجينة تكون يابسة مش رطبة، تخلوها ترتاح 5 دقايق ونقسموها على 2 ونحطوا عليها شوية دقيق عشان ما تلصقش، ونقصوها بالشكل هذا عشان تطلع متساوية، مش واحدة أكبر من الثانية. نضيفوا بازاليا ونخلوها تغلي. نحط الرشدة ونخلوها على نار متوسطة تقريبا 25 دقيقة أو لين تتأكدوا إنها طابت. ناخدوا توم، هلبة مش شوية، شبت وحبق، فلفل حار، نرحوهم أو نهرسوهم، وقبل ما تطيب الرشدة بشوي نضيفوهم، وبس. أسهل وأحلى منها ما فيش. ما عرفتش خيرهم النكديين اللي يقولوا ما يحبوهاش. شن تسموا فيها أنتم؟ رشدة مبكبكة ولا مقطع؟